اهلا بيكم على قناه البورصاجي. بصراحه يا جماعه الفتره اللي فاتت انا كنت غايب شويه، بس انا شفت مهازل على السوشيال ميديا وشفت الناس على اليوتيوب بتدي اكزامبلز غلط وبتعلم غلط. اللي انا عايز اقوله النهارده انا هخليك ازاي تتعلم ازاي تقرا السيشنز وازاي تقرا الشارت بتاعك وازاي تعرف تخش دخلات وخارجات تبقى فعلا محترمه وتعمل منها فلوس. التداول كاستراتيجي وانك تسيت اب والسيشنز والكلام ده كله سهل جدا عامه يا جماعه، بجد. الصعب فين؟ الصعب في السايكولوجي، في النفسيه، انك ازاي تظبط نفسك، ازاي تستنى الدخله، ازاي تستنى فعلا السيت اب اللي انت محتاج تطلع منه فلوس. عشان كده النهارده انا حابب اشارك سيت اب سهل وبسيط. اي حد يعني اي حد لو قعد سمع الفيديو ده مره او اتنين يقدر يجو ويشوف الشارت بتاعه ويفتح الشارت ويبص على الحاجات ستيب باي ستيب. انا فاتح الشارت بلين قدامكم اهو، ما فيهوش لسه اي حاجه. ده شارت الباوند ين، وعايز اوريكم حاجه سهله وبسيطه خالص، انك تقدر بالسيت اب اللي انا هقوله النهارده ده او بالستبس اللي انا هقولها النهارده دي تقدر تطلع منها فلوس. فده اللي انا عايز اوصل له، عشان المهازل اللي انا بشوفها على السوشيال ميديا فعلا محزنه، وبشوف قد ايه الناس بتستغل ان الناس مش عارفه المعلومات دي وتصعب ويقول لك بقى اكسبريشنز تخليك مش عارف، يحسسك ان هو عارف حاجه غامضه ويحسسك ان هو عارف معلومات من جوه الول ستريت، وهو الموضوع مش كده خالص. وخلينا اتكلم معاكم كده ستيب باي ستيب ازاي لما تشوف شارت زي ده تبقى امتى دخلاتك وامتى خارجاتك. وعلشان تعمل حاجه زي كده لازم نمره واحد تحدد السيشنز. يعني ايه السيشن؟ اليوم بتاعنا فيه ثلاثة سيشن، اللي هي سيشن اسيا، سيشن لندن، سيشن نيويورك. ودول مهمين جدا 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 جدا. قبل ما تعرف يعني ايه تداول اصلا لازم تعرف ان في ثلاث جلسات في اليوم. الثلاث جلسات دول احنا بنشتغل على الليكويديتي بتاعتهم، يعني بنشتغل امتى البرايس راح فين. هشرح كل حاجه دلوقتي بالتفصيل الممل، بحيث ان الفيديو ده ممكن يغير لك حياتك. فيديو واحد بس ممكن يغير لك حياتك كلها ويغير لك فلوسك كلها. تمام، انا دلوقتي فاتح الشارت قدامي اهو. لازم اول حاجه احدد السيشنز بتاعتي. عشان احدد السيشن بتاعتي لازم تعرف ان دي الايشيان سيشن، وهكتب عليها من فوق اهو عشان الناس تبقى شايفاها. دي الايشيان سيشن. تمام، انا كده مواعيدها بتبتدي من فين؟ لو انت على التريدنج فيو المفروض مواعيدها بتبتدي من 5 لغاية الساعة 10 11 على التريدنج فيو هنا كده. كل دي الايشيان سيشن. اوكي، فانت تبقى عارف نمرة واحد ان دي الايشيان سيشن. ليه بقى مهمة؟ لان هقول لكم السيت اب دلوقتي هيمشي ازاي، بس هحط السيشن الاول بعد كده همشي معاك ستيب باي ستيب. اوكي، هنا هعتبر ان دي كده جلسة خلصت. الجلسة التانية جلسة لندن، دي كلها لندن سيشن. لندن سيشن قدامكم اهي. تمام، وهحط برضو خط تاني، وبعد كده دي جلسة نيويورك سيشن اللي حصل فيها الطلوع المبهر ده. هحطها هنا برضو تكست، دي نيويورك سيشن. طيب انا عايز ايه بقى من السيشنز دي كلها؟ يعني انا ليه عامل بقى، انا عامل كل حاجه قدامكم اهو علشان ايه؟ ما حدش يتلخبط وما حدش يبقى عارف ايه فين والكلام ده كله. ال اليوم اللي هتتريد فيه او اليوم اللي هتخش فيه تداول، اسمع بقى مني الكلام ده من الاخر. ما تقعدش بقى تسمع للناس اللي بره ويقول لك بص وشوف وهنا طالع وهنا نازل ويعمل لك فيرتيكال لاين والكلام اللي ملوش لازمه ما ياكلش عيش ده. الكلام اللي اكل عيش هو الكلام ده، لان ده الكلام متجرب بقاله 4 5 سنين وانا شغال بيه والناس كلها شغاله بيه. الناس اللي بتعمل فلوس من التريدنج شغاله بالكلام ده وفاهمه بالظبط هي بتعمل ايه، قولا واحدا يعني. تمام، انت كل اللي مطلوب منك إيه؟ امتى تعرف ان اليوم بتاعك هيبقى يوم تريدنج؟ السيشن الاولانيه دي. طول ما السيشن ايشن سيشن دي كونسوليديشن. كونسوليديشن معناها ايه؟ ان البرايس ما راحش في حته. شايف المربع طالع نازل في نفس الحته. ده كده بالنسبه لك كده بسم الله الرحمن الرحيم، ده كده يوم تداول. تمام. تمام، فاحنا الايشن سيشن دي او جلسه اسيا دي احنا ما بنعملش منها حاجه، دي بناخدها بس كانديكيتور. طيب هدي مثال بس علشان مش عايز الخبطكم، بس هدي مثال. طب لو الايشن سيشن مش كونسوليديشن وطالعه مثلا عامله مثلا فيرتيكال لاين او طلعت عملت اكسبانشن، ما تترتش.
ما تخش اقفل اليوم خلاص. تمام، علشان ما اقعدش اديك معلومات ملهاش لازمه. انت مش هتخش التريده غير لما يكون الايشن سيشن بالمنظر ده. ليه بقى تكون بالمنظر ده؟ علشان بتستنى في لندن ان يحصل حاجه اسمها مانيبيوليشن، تلاعب في السوق. وهي ده السيت اب اللي بيديك تاني كونفرميشن. يبقى اول ستيب انك تشوف الاسنسيشن اهي، كونسوليديشن، البرايس طالع نازل ما بيروحش في حته. ايه اللي حصل في لندن؟ لندن نزل. ده بيسموه تلاعب في الماركت، عشان يقول للناس ايه ده، الحقوا انا نازل، فتبتدي الناس تحط اوردراتها سيل 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 سيل. كل ده في جلسه لندن. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ بص نيويورك، بص بقى القلبه بتاعت نيويورك. هصغر لكم شويه عشان تبقوا شايفينها. بص في نيويورك ايه اللي حصل. عمل المانيبيوليشن وراح عمل ديستريبيوشن لفوق على طول. شايفين دي قد ايه؟ كل ده نيويورك سيشن طلعه رهيبه. فاللي انا عايز اقوله ايه من الفيديو ده؟ اللي انا عايز اقوله انت بس لو فتحت على فكره السيت اب ده مينيمم مره مرتين في الاسبوع في اي بير، يعني في الباوند ين او في اليورو ين او في الباوند يو اس دي او في اليورو يو اس دي، هتلاقي السيت اب ده موجود كل اسبوع ما فيهوش كلام. واتحدى اي حد. تمام. انت كل اللي مطلوب منك انك تحدد السيشنز بتاعتك. هشيل دي بس عشان ما يعملش لخبطه. تمام. وتستنى تشوف ايه اللي هيحصل. عندك اول حاجه لازم تشتغل عليها الايشن سيشن. الايشن سيشن كونسوليديشن. يبقى احنا كده عندنا اول كونفirmation ان احنا ممكن نتريد النهارده، وهنشوف البرايس هيعمل ايه. السيشن الثانيه مانيبيوليشن، نزل وراح في لندن سيشن اداني اللو اوف ذا داي. ده هنا يعني الدي اهو، عمل لو اوف ذا داي. نيويورك سيشن انا بقى دخلتي من هنا. انا هنا بقى دخلتي من هنا. تعالى بقى اوريك الدخلات تبقى عامله ازاي. دلوقتي انا شفت الايشن سيشن عملت كونسوليديشن، ده اول كونفirmation. تاني كونفirmation لقيت في لندن سيشن عمل مانيبيوليشن، تلاعب في السوق. انا لسه هنا، انا لسه مش عارف ان في نيويورك هيحصل ايه. تمام. هديك الانديكيشنز اللي تخليك تخش تريده زي دي وتبقى مطمن. آه، ادي اول كونفirmation، ادي تاني كونفirmation مانيبيوليشن. انا مش عارف اذا كان البرايس هيطلع ولا لا. ابتدت نيويورك سيشن هنا، ابتدت. كل اللي انا شايفه هنا هحط هنا ايه؟ دي بالنسبه لي فير فاليو جاب. تمام، بالظبط اهي. ابتدي احط بقى الاستراكشر بتاع التريده بتاعتي، واخش امتى واطلع امتى. لازم نمره واحد يبقى عندك هنا شايف تراقب الفير فاليو جاب دي، لان نيويورك سيشن فتحت اهي 23 ونص، هتلاقيها فتحت بالظبط. هتلاقيه فتح عمل ايه؟ عمل فايليشن او اخترق الفير فاليو جاب. اول ما اخترق الفير فاليو جاب كده، ده يديك اول كونفirmation ان احنا في حاله صعود وهنطلع نجيب الليكويديتي اللي فوق دي كلها. طيب انا لما احط الفير فاليو جاب بتاعتي كده مستني ايه؟ مستني اشوف الشمعه دي. الشمعه دي طالما قفلت فوق الفير فاليو جاب، يبقى اول شمعه هتنزل هنا. انا داخل. داخل لغايه فين مبدئيا؟ داخل لغايه هنا. ده ده التارجت بتاعي. دي ليكويديتي هنا. يعني ايه ليكويديتي؟ ليكويديتي يعني الناس حاطه الستوب لوس بتاعها. الناس اللي دخلت في لندن حطت سيل 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 سيل، حطوا الستوب لوس بتاعهم هنا. فالبرايس هنا اداني انديكيشن، لا ده كل ده تلاعب. انا طالع اجيب الايه السيل سايد الباي سايد، الناس اللي حاطه الستوب لوس بتاعها هنا. واللي اداني كونفirmation تاني، بص الفير فاليو جاب دي. اول ما لقيت الفير فاليو جاب دي، يبقى انا كده خلاص جاهز ان انا اخش التريده بتاعتي. اخش هنا، هحط الستوب لوس بتاعي هنا، تيك بروفيت هنا. لو عايز تيك بروفيت يعني مور كونفيرمد، هو ده بتاع هنا. ده ده الاوقع عشان تبقى التريده برضو ايه وورث انك تكسب منها. شفت بقى احنا بنترد ازاي؟ او شفت الفلوس بتتعمل ازاي؟ الفلوس بتتعمل بالصبر. يعني ايه؟ يعني انت اول حاجه شفت الايشن سيشن كونسوليديشن بيتحرك في نفس المكان. تاني حاجه حصل مانيبيوليشن، عمل نفسه نازل. وجه في نيويورك راح عمل ريفرسال. يعني ايه؟ طلع او هو اصلا في حاله صعود، ودي كلها مانيبيوليشن. ولما تيجي تخش نيويورك سيشن تشوف فير فاليو جاب زي دي، او هتلاقي لونج فير فاليو جاب زي دي برضو. ممكن تستخدم لو ما لحقتش دي، ممكن تخش من دي. دي برضو فير فاليو جاب اهي. شوف البرايس برضو، هوريها لكم. بص البرايس برضو بيخترق ازاي. بص بيطلع يقفل فوق ازاي. طالما بيقفل فوق الفير فاليو جاب، يبقى هو ما عندوش اي استعداد ان هو ينزل. كل ده كان مانيبيوليشن وبيحاول يطلع. فانت ممكن تكون دخلتك الاولانيه من هنا،
دخلتك ما لحقتهاش ممكن، او عايز مور كونفirmation تستنى من هنا، تاخد اول تارجت من هنا. يبقى الموضوع سهل وبسيط جدا، ومش محتاج انك تعقد الدنيا. والناس اللي على السوشيال ميديا اللي بتعقد الناس على الامور، انا بحاول اقول لهم يا جماعه الموضوع سهل وبسيط. انت سيت اب واحد زي ده لو قعدت عليه بس مره مرتين في الاسبوع، ولو لقطت وعينك جابته، انت هتعمل فلوس كويسه جدا في التريدنج، وفعلا هيبقى مصدر دخل ليك كويس. ده اللي انا حابب اقوله في الفيديو ده. اتمنى تكون استفدتوا، وكمان اتمنى كمان تكون الناس اللي على السوشيال ميديا ما تبطل تستغل المعلومات واكسبريشنز لا الاكسبريشن دي كلنا عارفينها، او يعني اللي في المجال عارفينها يعني. فنو نيد ان انت تقعد تتنطط على الناس وتحاول تعمل نفسك فيلسوف عصرك، لان الموضوع كل ما تبسطه وكل ما المعلومة بتوصل اسهل للناس، كل ما الناس تفهم وازاي انها تعمل فلوس. لان انت داخل التريدنج علشان تعمل فلوس، وعشان تعمل فلوس انت تتعلم الطريقة الصح انك تعمل منها فلوس. الاكسبريشن والكلام ده ممكن بنستخدمه لما بنبقى قاعدين قاعده بروفيشنال والكلام ده، بس انا دلوقتي عايز اعمل فلوس، انا راجل دلوقتي بتعلم. عشان تتعلم لازم تعرف الاساسيات. السيشنز دي محدش بيقولك عليها، ولو حد قالك عليها ما بيقولكش هي ايه اللي بيحصل في السيشن دي، هو ليه نزل كده وليه رد كده وامتى هستنى والفير فاليو جاب دي ايه لازمتها. فعشان كده الفيديو موجه ومتارجت للناس اللي لسه بتبتدي. الناس لازم تعرف وتذاكر الموديول ده كويس جدا، وترجع له مره واثنين وثلاثه. وصدقوني اللي هيمستر الموديول ده صدقني مش محتاج اكتر من الموديل ده علشان يقدر يعمل منه فلوس في التريدنج. اتمنى تكونوا استفدتوا. اللي محتاج اي حاجه ده يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.